ازيكم يا حلوين؟ عاملين ايه؟ يا رب دايما تكونوا بخير. طبعا انا جايه لكم النهارده بفيديو جديد زي ما انتم شايفين كده في العنوان. انا بجرب البيك لاول مره. طبعا محل البيك مشهور جدا في السعوديه، تقريبا ما فيش حد ما راح السعوديه او عايش فيها ما بياكلش من عنده. تقريبا ادمان، يعني اي حد بيروح هناك. النهارده بقى انا هجربه معاكم لاول مره. طبعا هو جاي لي من السعوديه زي ما انتم شايفين كده، عشان بس المنظر بتاع العلبه متطبقة طبعا، عشان هو كان جاي في الطيارة وكان يعني محطوط كمان فوقيه واحد كمان ومتكيس وكده، فعشان كده ده منظره يعني. حبيت اوضح لكم بس هو ليه متطبق وشكله كده. طبعا انا بفتحه معاكم واوريكم. طبعا انا فتحته اكيد مش هستنى. اول ما جالي فتحته ودقت. طبعا هو كان جاي ومعاه عيش كايزر، فدقت طبعا. طبعا كان بارد يعني. بس هنا في الفيديو انا بعد ما صورت هنا رحت سخنته وعملت سندوتشات وكلت تاني. مفيش مشكلة. انا هنا طبعا بوريكم. وجاي معاه صلصة كده مكتوب عليها صلصة البيك، وجاي معاه بتاع ده علبة تومية، هما الاتنين صغيرين يعني. وبوريكم هنا برضو هو يعني الحجم بتاعه. هو يعني حلو وسط، مش تخين قوي ولا رفيع. ف ده اسمه مسحب، عشان انا بس دخلت في الموضوع كده على طول ونسيت اقول لكم ده اسمه مسحب البيك. في طبعا اللي هو بيبقى بروستد، بيبقى فيه عظم. طبعا انا ما بحبش اي حاجه فيها عظم، يعني اي فراخ فيها عظم طبيعتي انا كآية مش بحبها. فده مسحب. بصراحه دقته طعمه حلو قوي. كان كمان ده بقى كان حار، فكان طعمه حلو سبايسي يعني. كان جاي واحد تاني مش حار، بس انا بصراحه ما لحقتش ادوق منه. ده اللي لحقته، بس ده كان طعمه فظيع بصراحه. عموما اي حاجه في الفراخ سواء ستريبس او كده يعني، او سندوتشات، انا بحبها بتبقى حاره، بيبقى طعمها احلى كمان. فده بصراحه كان طعمه حلو قوي. بصراحه يستاهل يعني الضجه اللي معموله عليه، والناس كتير طبعا اكيد بتشوفوا فيديوهات كده يعني كتير عن البيك، والناس اللي جربوه كده. بصراحه يستاهل. طعمه حلو قوي. آم، لا وهجربه يعني لا، اكيد لو رحت السعوديه ده هجربه تاني وتالت ورابع، عشان بصراحه عجبني. طعمه حلو قوي. هنا بوريكم طبعا سخنته، عملت سندوتشات ان هو كان بارد. وطبعا ما كانش جاي معاه غير كايزر، غير واحد تقريبا او اتنين مش فاكره بصراحه، بس ما كانش جاي معاه كتير. فانا جبت طبعا فينو وعملته. وطبعا زي ما انتوا شفتوا في الباكت كان جاي معاه بطاطس برضو. لو لاحظتوا انا واكله البطاطس اكيد زي ما قلت لكم، انا فتحته وعملت سندوتشات وكلت البطاطس. بس حبيت اصور معاكم الفيديو يعني عشان اوريكم برضو تجربتي معاه وكده، والطعم عجبني ولا لأ. وبصراحة طعمه عجبني جدا يعني، كانت تجربة حلوة ولذيذة عجبتني. ونسيت اقول لكم كمان اللي هو المسحب الفراخ فيه جواه يعني قطعة كده، اللي هو مش عارفة اوصف لكم قوي، بس اللي هي يعني فراخ مش ناجتس. ده احسن حاجة فيه بصراحة. انا مش بحب الناجتس خالص. حاولت مرة اجربها، جربتها مرة مش عجبتني يعني. مش حسيت طعمها كده، اللي هو باكل فراخ، حسيت باكل حاجة معجونة كده. فمش عجبتني بصراحة. بس ده كويس جدا. بس بصراحة ده عجبني جدا، لانه هو عبارة عن فراخ، يعني قطع الفراخ باينة جواه. وكمان التتبيلة بتاعته باينة جدا لما بتفتحه. وانا نسيت حتى افتحه واوريهولكوا، بس هي التتبيلة بتاعته كانت باينة جدا. ان هو كان حار اصلا، فالتتبيلة بتاعته من جوه حمرا فباينة. فبصراحة لا، ده عجبني جدا عن الناجتس. فكانت تجربة حلوة عجبتني جدا. وان شاء الله يعني ربنا يوعدني كده واروح اعمل عمرة واكله كتير بقى يعني. اكله مرة واتنين وتلاتة وكتير جدا، عشان بصراحة هو عجبني. بصراحة هو تجربة لذيذة جدا عجبتني، وفعلا يستاهل الضجة والكلام اللي بيتقال عليه. ففعلا حلو قوي بصراحة. انا يعني دقته اول مرة وعجبني. ف ان شاء الله ربنا يوعدني واجربه كتير بقى لما اسافر. بس كده، ده كان فيديو النهاردة. يا رب يعجبكم. لو عجبكم ما تنسوش تعملوا لايك وتعملوا سبسكرايب.